مساء الخير، اهلا بيكم معانا حلقه جديده. وسيدتي دايما بقول انه سيدتي برنامج للمراه فعلا، لكن بما ان الرجل والطفل كمان من اختصاصات المراه، فسيدتي برنامج لكل الاسره. النهارده في سيدتي هنتكلم عن الانتخابات، بس بما اننا برنامج سيدتي فاكيد ان احنا هنربط المراه بموضوع الانتخابات. وهي الحقيقه المراه مش مربوطه بموضوع الانتخابات بس، هو طبعا المراه كل الحياه، يعني كل الحياه. ويمكن الحمد لله ان احنا عندنا رئيس قدر يعرف قيمه المراه، وقدر كمان ان هو يعرف مش بس قيمه المراه في الحياه العامه اللي احنا عارفينها، لا في الحياه السياسيه تحديدا. فالحقيقه النهارده هنتكلم عن دور المراه في الانتخابات بكل المقاييس. معانا على الهواء الاستاذه عبير المرسي، الكاتبه الصحفيه بالاهرام. برحب بيكي، اهلا وسهلا، نورانا على شاشه المصريه. متشكره. وهنستسمحك نطلع للتقرير التالي ونرجع نبتدي حوارنا. يلا مشاهدينا. بمناسبة طبعا الذكرى بتاعة احتفالات 6 أكتوبر اللي احنا بنبقى حريصين دايما كل سنة ان احنا نحتفل على هامشها، بيقدمها كاعتراف بكل الانجازات والبطولات اللي قدمها ابطال حرب اكتوبر المجيدة. نتمنى دايما لجمهورية مصر العربية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي انها تكون دايما في احسن حالاتها تحت قيادته، وباذن الله ربنا يديله دوام الصحه والعمر لكي دايما يكون في خدمه الوطن وابناء الوطن، وان شاء الله ربنا يوفقه دايما. النهارده كان عندنا بطوله تشجيعيه بمناسبه 6 اكتوبر، النادي كان منظمها لنا، كانت جميله بصراحه، بس هي مصابه فللاسف ما شاركتش في السباقات، لكن كانت مع زمايلها بروحها يعني وشجعتهم. حضرتك بنزرع فيهم ان هم يحبوا البلد، وبيحبوا المدرسه، بيحبوا النادي بتاعهم، انتماء للمكان اللي هم فيه. بالتالي ان هم بيحبوا بلدهم، بيحبوا يطلعوا حاجه كويسه يفيدوا البلد. دايما نقول له ايه، يعني بلدنا دي احلى بلد في الدنيا، ولازم يحبها، ولازم نشجع الرئيس بتاعنا، ونحب كل حاجه بتحصل جديده بقول له عليها وبفهمه عشان يحب البلد اللي هو فيها فيطلع منتمي ليها. النهارده عملنا بطوله تنشيطيه للولاد في السباحه. عندنا بطوله البراعم من مرحله 9 سنين لحد مرحله 12 سنه. بسبب الظروف اللي احنا مرينا بيها فتره الكورونا اللي فاتت وتوقف البطولات بتاعتنا، فاضطرينا ان احنا نعمل لهم بطوله تنشيطيه، وانتهزنا فرصه الاحتفالات 6 اكتوبر. اليوم متاح للناس كلها انها تحضر البطوله، والحمد لله كنا عاملين يوم كويس الحمد لله. هذه اللحظه زي ما بيقولوا، فطبعا لا طبعا بيبقى مجهود وتعب وكده، بس في الاخر بننبسط لما بيبقوا مكرمين وبيحققوا اي تقدم. الحقيقه احنا بنبقى مبسوطين وفرحانين. مشاهدينا مرة تانية، ونرحب تاني بضيفتي الكاتبة الصحفية الأستاذة عبير المرسي. زي ما قلنا في بداية الحلقة ان احنا هنتكلم عن الانتخابات البرلمانية اللي هتبتدي مفروض غدا ان شاء الله في الخارج، وبعد كده هتستمر، يعني مفروض انها هتستمر لمدة 3 أيام. حصل تغييرات كتير جدا جدا في الآونة الأخيرة بالنسبة للمرأة، فنبدأ كده ونرحب بيكي تاني من المصرية. أستاذة عبير، يعني يمكن كده قلت برضو في البداية ان الحمد لله ان احنا عندنا رئيس
فهم ان برضو المرأة ليها دور في الحياة السياسية بشكل كبير جدا، وهي اثبتت ده من اول ثورة 2011 ولغاية دلوقتي بشكل كبير جدا. لو ابتدينا كده قبل ما نتكلم عن الانتخابات تحديدا، نقول ايه التغييرات اللي ممكن تكون حصلت سياسيا في حياة المرأة؟ المرأة طبعا يعني احنا شايفين دورها من خلال ال10 سنين الأخيرة اللي فاتت وحتى الآن في محافل كتير قوي، وهو الرئيس يعني تحمس كثيرا ليها واداها الحقوق اللي هي كانت المفروض انها تاخدها من سنين طويله. لما لقاها فعلا بدأت تنزل وتشارك، وهي اللي بتقود الأسرة في المشاركة السياسية وفي كل المحافل، يعني هي المايسترو اللي فعلا اللي في الأسرة اللي بيقود العيلة كلها. يعني نقول بداية من ثورة 25 ثورة 30 ثم الاستحقاقات السياسية والدستورية، الاستفتاء على الدستور، الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى ثم الثانية، الانتخابات البرلمانية وهو مجلس الشيوخ. يعني دايما السيدات بيلعبنا دور مهم جدا جدا في كثير من مناحي الحياه، مش بس الحياه، يعني يمكن الحياه السياسيه دي كانت جديده علينا شويه. فطبعا لايمان السيد الرئيس بدور المراه وثقته الكبيره فيها كان دايما في ظهرنا يعني. التعيينات كانت في البرلمان اللي هو لسه لم تنتهي ولايته لسه الحالي، كانت تعيينات بنسبه كبيره جدا، مشاركه نسائيه عاليه قوي، مشاركات عبر القوائم، يعني نسبه المراه في القائمه في القوائم نسبه لا باس بها. المشاركه بقى في جانب الناخب، لما بننزل اللجان ونشوف الناس بنلاقي كلهم سيدات. يعني حتى انا بستغرب جدا، انا بقول لهم طب فين الرجاله؟ وبعدين لما بخش لجان يمكن الرجاله بتيجي بقى في اوقات بعد ما بتخلص شغلها او حاجه، بس الستات بتبادر دايما وتلاقيها من، يعني اذا كان اللجنه بتفتح الساعه 9 فالست تلاقيها بتيجي من الساعه 7 واقفه على باب اللجنه قبلها بساعتين مثلا. وفكره بقى ان احنا نقول اصل احنا مش عارفين المرشحين، اصل احنا لما قريناش البرامج بتاعتهم، اصل لا، هي بتحس ان في دور سياسي لازم تلعبه، بتحس ان هي عندها مسؤوليه كبيره جدا تجاه البلد، لان دي بلدنا احنا، ولازم نكمل المشوار ولازم نبنيها فعلا طوبه طوبه. فهي لما بتنزل وبتاخد ولادها وبتحفز ابنها ولا بنتها وتصحيهم من النوم، قوم ننزل ننتخب، مارس حقق الدستوري زوجها، فهي فعلا زي ما قلت في اول كلامي انها فعلا هي الماسترو الحقيقي اللي بيحرك كل افراد العائله. فباختصار هو يمكن ده تتلخص في مسؤوليه المراه المصريه ودورها. يعني عارفه بالظبط كده، هو طبعا يعني سبحان الله، بس هو في الفترة الأخيرة أصلا اتغير دور المرأة بشكل كبير جدا، نتيجة حياة كتير جدا، بقى في مرأة معيلة بشكل كبير، بقى في مطلقات بشكل كبير، فاوريدي المرأة أو اللي حصل إن المرأة لقت نفسها كده كده هي نازلة في المجتمع. ناهيكي بقى عن إنه الست بطبعها اللي ياكل ولادي ده أنا هاكله، فلما لقت بلدها هيتاكل ولادها فيه لأ، فوقفت، فهو برز دور كده دورها. وسياده فخامه الرئيس كمان يعني حقق بجانب الحقوق يعني اللي احنا لسه منتظرينها في اطار مثلا الاحوال قوانين الاحوال الشخصيه اللي بصدد انها تتغير بعض المواد فيها، لكن سيادته يعني مشروع حقق ليها نوع من انواع، يعني حقق ليها كرامه. ايوه مشروع تكافل وكرامه على سبيل المثال، واللي سيادته برضو طبق يمكن ما يقرب من التجربه البرازيليه في تحقيق العداله الاجتماعيه، يعني ده ربطه بان الولاد ما تتصرفش من التعليم، ان انا هديك الدعم وكل فرد في الاسره هيستحقه، ولكن بشرط ما فيش الولاد ما تتصرفش من التعليم، ما تخرجش من التعليم، تكمل دراستها. فهو حضرته حقق حاجتين مهمين جدا، حقق للمراه جزء كبير جدا من كرامتها بدل ما تلجا انها تنزل الشارع ويبقى في ناس فعلا، لان المراه عارفه طول الوقت هي شايله هم اسرتها، مع احترامي للرجال طبعا، بس انا بقول هي الدينامو اللي في البيت، هي اللي بتحرك كل شيء في البيت. فلما اكون انا محققه لها كرامه ودخل ومعاش يحفظ ليها والكامل ابناء العائله اسرتها، يعني
يعني كرامتهم أيوة. بشكل يعني ده كلام رائع. وده اللي حفز السيدات مؤخرا هم ينزلوا، لان حسوا ان حقوقهم بترجع لهم شويه شويه، حسوا ان قلبهم مع البلد، او بداوا يحسوا في حاله تصالح مع البلد. يعني رغم ان احنا بنقول الاصلاح الاقتصادي اللي تم في البلد في مصر خلال الكام سنه الاخيره، يعني مش هقول كان مجحف شويه، ولكن هو جه على حساب بعض يعني الامور الاخرى، ولكن احنا نقدر نقول ان حطينا على الطريق الصحيح، حطينا على بدايه الطريق طريق الاستقرار والبناء والتنميه في ظل، رغم ان احنا بنواجه حاجه صعبه جدا، تحديات مش طبيعيه، بلد فيها ارهاب وفي مخاطر كتير من الخارج وهنا وحدودنا اقرب ما تكون انها حدود ملتهبه، ولكن يعني القيادة السياسية واعية انها بتحقق التنمية، ماشية بخطى متوازية ما بين التنمية ومحاربة الارهاب، لان اي ارهاب في الدنيا يقتل التنمية، يقف ضد عائق ضد التنمية. لكن الحمد لله احنا عندنا رئيس واعي وقدر ان هو يعني حضرته يمشي في خطى ثابتة ومتوازية كلها مع بعض، وما عطلش حاجة على حساب حاجة، بالعكس عنده اولويات. يعني الكورونا اللي جت ديت، الوباء العالمي اللي احنا لسه حتى الان ما تخلصناش من اثاره، ولسه يمكن في الخارج بدا الموجه الثانيه ان شاء الله. ربنا يحفظ مصر ان شاء الله ويجنبنا اي سوءات ان شاء الله يا رب. لكن انا بقول ان الحكومه المصريه واجهت هذه الازمه بشكل واعي جدا ونضج شديد قوي، وكان في استباق للخطوات والاحداث. يعني احنا كنا بالنسبه الحدث ده بسرعه قوي، احنا اكتر دوله الحمد لله، رغم ان احنا دوله تعاني من مشاكل كثيره وخصوصا المشاكل الاقتصاديه. بالظبط. لسه احنا فخامه الرئيس قال ان احنا دوله فقيره، احنا دوله فقيره، بس هو يعني بدا مؤخرا يتم استغلال مواردنا، يعني بدا ان احنا نوظف مواردنا. ده احنا خارجين من ثورتين، خارجين من تكسير عظام، ولسه احنا ما خرجناش، احنا لسه حضرتك عندنا مشاكل في المنطقه اقليميه لسه مؤثره علينا وقد تؤثر على امننا القومي ولسنوات كمان قادمه، ولكن احنا حتى كورونا ما هي تؤثر على الامن القومي المصري يعني. ولكن ورغم ذلك كان في دعم رهيب، كان في صندوق لدعم الدوله والفئات اللي هي العماله اليوميه والفئات الاقل دخلا، والحمد لله احنا مش هقول ان احنا عبرنا بنسبه كبيره من الازمه، ولكن لسه يعني في امور كتير، لسه في معوقات، ولكن انا متاكده ان احنا خلال الايام اللي جايه ان شاء الله مع بدايه جني الثمار بعد ان شاء الله ما ننتهي من الاستحقاق الغرفه الاولى في الاستحقاق البرلماني ننتهي من الانتخابات، وان شاء الله الدنيا يبقى عندنا تستقر الاوضاع اكثر. مصر في طريقها ان شاء الله الفتره الجايه لحصد ثمار المشروعات القوميه والخطى اللي السيد الرئيس يعني بيستبقها يوما بيوم يعني. والمفترض انه الحصد ده او الحصاد ده ما كانش يحصل قبل فتره اكتر على فكره، يعني ده هو فعلا زي ما بتقولي كده بيسابق الزمن، لانه بالزبط. فتره وجيزه بعد كميه التحديات اللي احنا شفناها، طبيعي اي دوله في العالم هتمر بالازمه دي، بس كان ممكن تاخدها اضعاف في الوقت، ولكن فعلا الحقيقه انه الجهود واللعب على عامل الوقت ده برافو عليكي، اللعب على عامل استباق الاحداث وبتشتغلي على اسس علميه. بالظبط. انا عايزه اقول حاجه يا داليا، يعني الفرق ما بين مصر الان، مصر الجديده، ومصر من قبل 10 سنوات مضت، ان مصر كانت قبل 10 سنين، مع احترامي الكامل انا وطنيه وعاشقه للبلد يعني جدا، ولكن كانت للاسف طارده، كان في هجره غير شرعيه، وكانت مصر طارده لكفاءات كتير. لكن فخامه الرئيس لما تولى سده الحكم، يعني اول ما مسك الموضوع عمل العكس، خلى مصر جاذبه، بدا يرجع طيور المهاجره تاني، ولسه متهيألي اكتر ولسه لان حضرتك لما تحققي اقتصاد وتعلي والنمو الاقتصادي بتاعك يعني ما شاء الله يوصل لمرحله اعلى، وتبداي تجني الثمار، الناس هتيجي تقول لك لا انا هرجع بلدي تاني، ايه اللي يخليني اتغرب؟ خصوصا ما بقتش بره في الخارج، ما بقاش الموضوع جايب همه. وسبحان الله سبحان الله ان ربنا ادانا برضو، او يعني جات الكورونا كده اوضحت ان اقتصاد دول كبيره انهارت. فلما تبقى دوله
في ظروفنا وما تنهارش وتفضل ثابته، حتى مش هقول لك تعلى بس تفضل على الوتيره نفس الوتيرة بتاعتها، فده اكيد هيشجع في تخطيط مستثمرين. وفي بالظبط. استباق. بالظبط. وهي المرحله دي فعلا مرحله الاستثمار. آه. يعني احنا نقول الحمد لله احنا مصر قضت بنسبه كبيره جدا على الارهاب في سيناء، والحمد لله احنا في طريقنا، يعني خلاص احنا تقريبا الحمد لله احنا وضعنا الامني الحمد لله في اعلى مستوياته. واتمنى يعني احنا يكون عندنا مناخ استثماري جيد، وهو فعلا دوله لا تألو جهدا في هذا الاطار. فانا فعلا شايفه ان في بدات الناس، يعني يمكن تخفيض سعر الفايده في البنك المركزي بدات الناس تفكر انا مش هحط فلوسي في شهادات الاستثمار، او يعني لا انا هبدا اشغل فلوسي واعمل مشروع يدر عليا. ودي يمكن النقطه اللي كنت لسه هكلمك فيها لما كلمتي على الناحيه الاقتصاديه، اقول لك تشجيع المراه على المشروعات الصغيره ودعم الدوله قد ايه. هو ده وقته على فكره. بالظبط. قد ايه فعلا. ان عايزه اقول لك احنا بنجيب كميات من السيدات في برنامج سيدتي. انا ببقى عايزه بعد ما اخلص انحني ليهم فخرا والله العظيم، من كتر ما ان ابتدى الفكر يتغير. والمرأة أول واحدة خدت هذا دايما الست عندها، وربنا سبحانه وتعالى خلقها كده يعني، بس هي عندها إيه؟ المبادرة والاقتحام ويعني ما أنا قلت لك دينامو البيت. فهي قد ايه انها يبقى عندها طفل، لا انا مش قادره اقعد في البيت، انا الحاله الاقتصاديه ما هو انا لازم اواجهها مع الدوله، ما هو انا البيت ده. المراه المعيله دي ما هي موجوده من فتره بالزبط. يعني السيده اللي لها كل الاحترام، اللي هي الفلاحه ابنه الريف اللي بتيجي القاهره وتبيع لنا الحاجات اللي هي البيض والجبنه والحاجات اللي احنا الاساسيه اللي ما بنستغناش عنها في اي بيت في حياتنا، وتلاقيها ست قويه وست جدعه ويعني مشروع ممكن يكون صغير وحتى يعني بالاجل مش هقول لك عندها راس مال، ولكن هي اثبتت انها يعني ناجحه في التجربه. في مشروعات رهيبه جدا صغيره يعني في الفيوم في الصعيد، لكن كانت تحتاج اليد اللي هي تقودها انها تنزل الاسواق. يمكن كان في من سنين اسواق جماعيه بتضم الناس دي دلوقتي، يمكن اعتقد ان بدا صنع في مصر والاسواق اللي هي المعارض الصغيره، في معارض كده. معالي رئيس الوزراء افتتح بعضها وسياده الرئيس دعمها فبداوا يرجعوا تاني ان انا مش بس انتج، مش بس ان انا يعني اساعدها اعلمها حرفه او كده، لا ده انا كمان بفتح لها اسواق وكمان اسواق في الخارج. يعني تخيلي حضرتك الحاجه الهاند ميد اللي بتتعمل، الصناعه المصريه اللي احنا بتهافتوا عليها بره ازاي، واسعارها في اوروبا عامله ازاي. بالظبط والله فعلا كل ما بيجي حاجه هنا بتبقى حاجه، وكذا حد فعلا كان في معارض وكذا، وابقى مش مصدقه انت عاملاها، وعارفه اللي هو قاعده عماله عايزاها تحكي للجمهور كل خطوه هي عملتها ازاي وتعبت فيها قد ايه، ولا تتخيلي مدى السعاده اللي بتبقى على وشها ان انا عملت ده وانا بقيت على نفسي من خلال البرنامج الهايل بتاعكم ان اوجه كلمه صغيره. يمكن كان احد الزملاء بعتها لي على الفيسبوك، كان طلب لي وهي ان احنا نهتم شويه بالتعليم المهني. التعليم اللي هو يعني انا طبعا مع احترامي ان انا المهندسين والدكاتره بس انا مش عايزه اخرج كلهم دكاتره ومهندسين. احنا محتاجين للصناعات اللي هي اليدويه، الصناعات اللي هي الخفيفه، الناس اللي انا اقدر اصدر عماله في الخارج، يكون انا عندي عماله كويسه ومتميزه. ولكن حصل فراغ الفتره الاخيره، يمكن مصانع كانت خلال بقى الثوره اللي فاتت او الفوضى اللي حصلت، الناس كتير قفلت مصانع لمشاكل كتير، وكلهم او اغلبهم اشتغلوا على تكاتك. يعني خلاص انا ما بقاش عندي عماله، انا محتاجه عماله سيدات وشباب ورجال. ولو قلنا سيدات كمان هم ليهم بعض المهن اللي المفروض ان هم نرجع تاني نهتم بيها، يعني عارفه لو تطريز مثلا، الحاجات اللي هي بتتعمل زي ما قلت اليدويه والجلد في حاجات رهيبه. يا ريت ان احنا نعمل سيرفي، يعني ننزل نسال كل واحد محتاج يعلم ولاده او ولاده يتعلموا ايه من الصغر ونوجههم صح. مش لازم كله يكون تعليم يعني ثانوي عام وبعد كده انا متهيألي ومش عيب على فكره. يعني انا متهيألي عارفه هم بيلاقوا العيب فين، ان ده خريج بكالوريوس او ليسانس وده كذا. احنا لو عملنا كليات لدي يعني هيجرى ايه؟ بتعملها كليات وبعدين المجتمع نظرته يا داليا اتغير. بالظبط، يعني المجتمع اتغير على فكره. بصي في ناس مش بارعه، او ربنا سبحانه وتعالى الناس قدرات، ففي واحد يقدر يذاكر ويبقى طبيب، وفي واحد مش قادر بس هو عنده حاجات تانية. المجتمع فعلا النظره اتغيرت يعني الى حد كبير. يعني مثلا جامع القمامه كان بينظر ليه بنظره الان، يعني في مصانع لتدوير القمامه وهم عندهم يعني في ناس حققت ملايين من ده بيزنس على فكره. وتصديرها الى الخارج في المانيا والدول اوروبا، فعشان نوع من انواع الوقود يعني. لكن
انا دلوقتي لازم اساهم كمان من خلال برنامجكم والبرامج اللي هي بتهتم بالمراه وبالاسره. لازم اساهم ان انا انشر فكره الوعي، ان انا لا، ما انا مش لازم اكون بقى مهندس ولا اكون دكتور، ما انا البلد مش محتاجه بس للشرايح اللي هي بالظبط. الوهم ما يطلق عليه كليات القمه. أيوة بالظبط. لا، انا اعلم ولادي، او يعني اشوف كل واحد ميوله ايه من الصغر وادخله المكان المناسب. وعلى فكره التعليم المهني او التعليم الفني مش عيب، خالص. ما هو انا على بقول الاقل لك بيربطوا بالسوق يعني. اعتقد ان هي الفكره بكالوريوس، زي عارفه بالظبط ايه لما كان الاول اسمه معهد تمريض وبعدين عملوه 4 سنين فبقى كليه تمريض، فبقت بالزبط. الناس بتتهافت عليه. زي ما كان في معهد سياحه وفنادق وبعد كده راحوا عاملين كليه سياحه وفنادق 4 سنين. اعملوا كده يا جماعه يعني. اللي هو الفني هو ده عايز دعم من الدوله بالظبط. يعني هو انا شايفه ان ملف التعليم يعني وملف الصحه الدوله بتوليهم اهتماما كبيرا بالزبط. يعني هم ليهم اولويات وشغالين ماشيين في الاطار ده. بس انا عايزه التعليم المهني اكتر يعني نفسي نهتم بيه قوي، لان احنا فعلا هتفتح مصانع وهيبقى في ان شاء الله تنميه اكتر، فاحنا محتاجين ايدي عامله، مش عايزين ايدي عامله متعلمه مدربه ومتعلمه وتسافر بره وتاخد خبرات. انا مش عايزه اتفاجئ ان احنا عندنا مصانع ومش لاقيين ناس تشتغل او ناس يعني بتخش كده اللي هو ايه اداء واجب وخلاص ومفيش اقبال على الموضوع. لا يعني انا نفسي ان الكليات دي او المعاهد دي او المدارس دي تخرج ناس كفاءات مدربه وتسافر بره وتتعلم من بره وتنقل لنا الخبرات هنا في مصر وينزلوا ويشتغلوا ويرجعوا الصناعه المصريه تاني، لانك انت ما عندكيش تنميه من غير صناعه. ده حقيقي. انت عملتي كيان زراعي محتاج الزراعه لا تكتمل الا او الصناعه، يعني الزراعه والصناعه وجه العمله واحده، يعني زراعه ثم صناعه. فانا عندي زي ما هرجع تاني اقول عندي قياده سياسيه واعيه وما شاء الله، يعني الشغل اللي هو بيعمله والمشروعات القوميه ورغم الصعوبات اللي احنا فيها، يعني حتى وقت الكورونا كان بينزل سيادته يفتتح مشروعات. فده ليه؟ لانك انت بسابق الزمن، انت فعلا نفسك ان بلدك تبقى قد الدنيا. هي فعلا قد الدنيا، يعني انت ماشيه في اطار انها فعلا هتبقى قد الدنيا. يا رب ان شاء الله. لو رجعنا بقى لموضوعنا والانتخابات، اوكي، فاحنا بس عايزين نعرف ايه نسبه الكوتا بتاعت المراه كانت قد ايه، بقت قد ايه. اعتقد انه ولا برضو او عمل للشباب لذوي القدرات الخاصه للمسيحيين، يعني في اتغير البرلمان كله. فمعلش برضو نقوله للناس ونوضح لهم القصه دي. يعني هو انا النسب والكلام ده ذكر كثيرا، لكن انا عايزه اركز في حاجه اهم من كل ده. انا لما طلب مني اعمل تقرير عن المراه نسبه المشاركه في العمليه الانتخابيه في الدوائر في الفردي، على سبيل المثال الفردي هي تفوق 4000 مرشح. تمام. الفردي انا لقيت في اماكن او محافظات وقرى ما فيهاش، تخلو تماما من النساء من المرشحات. تماما وزعلت جدا على فكره. منها شمال سيناء، منها شلاتين، حلايب، المناطق الحدوديه، منها بعض القرى المهمه في محافظه البحيره، يمكن اكثر المشاركات في اسكندريه، في القاهره، اللي هي الاماكن والمحافظات. نعم. يمكن انا ده ازعجني على فكره طبعا. فالقوائم يمكن فيها نسبة مشاركات عالية، وخصوصا كمان اللي في احزاب مش كلهم مستقلين، في ناس تبع احزاب وفي ناس مستقلين، في ناس تبع احزاب. فيمكن دي هتعوض شوية عدم تواجد المرأة في الفرد. بالنسبة للمرأة في القوائم اللي هتعوض. طب بتفسري بايه ده؟ يعني ما انا هقول لحضرتك بس هتعوض كمان الفجوة دي تعيينات الرئيس. اوكي. لان هيبقى عندي مشكله خطيره، لان انا عايزه توازن، ما بين وجود المراه في البرلمان والشباب ذوي الاعاقه واخواننا من الاخوه من المسيحيين. مش عايزه افسر دي بايه؟ افسر ان للاسف انا اسفه ان انا هقول ان المراه لسه ما عندهاش ثقه في نفسها كبيره. يمكن تكون الناحيه الماديه، يمكن يكون في مشكله طبعا لزمام الامور مع الرجال. يمكن العوائل الكبيره الحاجات دي اغلبها قبليه وعصبيه، فبتزج عائلات معينه فبينزل منها رجال، يعني اللي هو خليفه والده، يعني اللي هو احنا بنقول مش عايزين توريث، لا بينزل عائلات بتورث ولادها. في اسماء كتير نازله في الاطار ده. زي ما قلت لك عدم ثقه المراه في المراه. يعني انا حتى خدت تجربه انتخابيه في نقابه الصحفيين قبل كده، لقيت ان انا يعني الستات ما بيدوش ستات. مشكله خطيره. فثقه المراه في المراه للاسف
للاسف تكاد تكون مش موجوده. فطب انت بتمثلك ست زيك، طب ما هي حاسه بمشاكلك بكل وقضاياكي، وهتنزل في البرلمان هتتكلم عنك اقرب من الراجل. انا مش ضد الرجال على فكره، ايوه بس انا بقول قضيه يعني مهمه. لكن لقيت ان ثقه المراه بالمراه مش موجوده قوي. الست بتدي راجل وبتدعم راجل، ما بتدعمش الست اللي زيها، ما اعرفش ليه. دي مشكله لازم نعرف نحاول ندرسها ونعرف ايه سببها. ففي مشكله فعلا. انا زي ما قلت لحضرتك ان يمكن المحافظات دي او الاماكن دي فيها شويه شد، بيسيطر عليها العوائل، بيسيطر عليها القبليات شويه، العصبيات، ان لا العموديه ما تخرجش من بيتنا، كمان العضويه بتاعت البرلمان ما تخرجش من بيتنا. كمان موضوع الناحيه الماديه يمكن برضو الخزنه مش مع الست، مع في الحته دي مع الرجال. مش قادره افسرها ليه، بس انا فعلا حزينه لان لقيت نسبه المشاركه ضعيفه جدا. طيب سعيده بقى لاني بنزل اللجان بلاقي ستات الناخبات، يعني انا بلاقي نسبه المشاركه في الجانب الناخبين سيدات اكتر. عارفه يعني ما بلاقيش، بالعكس انا بلاقي الرجال اقل في يعني المرشحين بيبقوا اكتر في الرجال، لكن في النساء الناخبين بيكونوا اكتر. سبحان الله، عندنا دايما متناقضات. احنا هنستأذنك نروح نشوف الفاصل الفني الجاي ونرجع مشاهدينا مره ثانيه. هاي، أنا بيلا المكاوي، فنانة تشكيلية، برسم بالزيت. أنا بروح للكانفاس وبحدد الألوان اللي أنا حاسة بيها أو اللي روحي حاسة بيها، وببتدي أخرج الطاقة اللي جوايا، سواء كانت حاجة أنا حاسة بيها مضايقاني أو حاجة أنا حاسة بيها عاملة لي نوع من أنواع الإلهام أو الانسبيريشن. فبالنسبه للوحه دي كان 2020 من اللوحات اللي عملتها في 2020 كنت موجوده في دهب، وفي اللوحه دي كان الوقت ده كانت الدنيا مطرت تلج في كاترين، بس دي انا عملتها قبل ما تمطر تلج، فكان نوع من انواع الشعور بالجو اللي موجود حوالين المكان. فده سانت كاترين في الجليد. دي اسمها انفيوجن، ودي حالة من الحالات اللي هو لما بتكون في سلام وفي حالة من التواصل، وازاي ان انت بتحس بالطاقة مش قادرة اقول عليها الهية عشان الناس ما تعترضش على الكلمة، بس الطاقة بتاعت الكون جواك، ازاي ان حاجة زي كده لما زي نوع من انواع الانفجار لنور كبير. ده وحش المستنقع هو ده الوحش. وازاي ان احنا لما بيكون في افكار بتعمل لنا نوع من انواع التشتت او بتكون افكار مش حقيقيه، ازاي بتقدر ان هي تغير من الواقع بتاعنا او تعيشنا في نوع من انواع الخوف. هنا اللوتس البيضة، ودي الروح، وده نوع من انواع الحمايه للروح. واجين الطاووس اللي هو الايجو او الايجو، وهو بيحاول يحمي الروح من ولا حاجه اللي هو اوريدي عملها. فما ينفعش ان احنا نسمع للصوت بتاع الايجو بتاعنا علشان هو مش حقيقي. هنا في اللوحه دي تاني هو نوع من انواع التواصل ما بين الطاقتين المؤنثه والمذكره. ودي كانت زي هيلينج سيشن او علاج، نوع من انواع العلاج، ان الطاقه المؤنثه تحاول تاخد كل حاجه من الجزء ده وبتخرجها للكون. فهي كانت علاج او هيلينج سيشن. مشاهدينا نرجع لكم مرة تانية، والأستاذة عبير احنا يعني هنفكر كده المشاهدين بآخر جملة قلناها، انك قد ايه سعيدة جدا انه المرأة في الانتخابات لما بتخش اي لجنة بتلاقي نسبة مشاركة كبيرة، في نفس الوقت متضايقة او حزينة شوية انه نسبة القوائم في بعض الاماكن قليلة قوي،
المشاركات اللي في الفردي المرأة في الفردي تحديدا، لكن في القوائم انت بتقولي النسب يعني محدده بالدستور والقانون. يعني ممكن ان ده يشيل ده، التعيينات وان احنا لازم نحط علامه استفهام وندرس الموضوع ده عشان الانتخابات القادمه ان شاء الله. بس السؤال بقى، يمكن انا لقيت انا وانتي على نفس الخط قوي، ان انا دايما لما بحب اتكلم في الحاجات بصي السياسيه كلها بحب ابسط الامور، لان اللي بيشوفنا هو الشخص البسيط جدا اللي عايز يفهم يعني ايه انتخابات، يعني ايه برلمان، يعني ايه لما اروح انا ايه اللي بناء عليه انا هختار الشخص ده. طبيعي ومش عايزين نضحك على نفسنا انه الناس البسيطه دي هي حاسه انها لازم تشارك على فكره، ويمكن الاحساس الوعي عندها اكبر بكتير من ناس تانية، لكن في نفس الوقت هي مش عارفه تمشي ازاي، او ايه الخطى، او مين الصح، او الشخص ده يمثلني في ايه. بصي بيسالوا يعني اكيد كل مرشح بيقعد مع اهل الدايره بتاعته وهم عارفين بعض على فكره. يعني مثلا انا عارفه داليا لان هي ساكنه جنبي، او هو اصلي مش في يوم وليله يا داليا، يعني هي المساله كلها ده من بدري قوي. يعني مثلا انا كمرشح في دايره حاجه من اتنين، يا اما انا اوريدي نزلت قبل كده كتير فالناس عارفاني خلاص وقدمت لهم، يعني عارفين انا مين والعيله والكلام ده كله، وفي ثقه في اخلاق الراجل ده او الست دي، او ان هو هيعمل حاجه وهيقدم شيء فعلا في الموضوع في العمليه التشريعيه ولا لا. الذمه الماليه، الفساد من ان هو انسان كويس او غيره، يا اما يعني الشخص بيبدا بدري شويه. يعني احنا بنقول الانتخابات مش كل سنه، يعني كل فتره، كل 5 سنين. أيوة. فالفتره دي بيبقى في نوع من انواع المجاملات، مثلا حد في مشكله في ابناء الدايره في معينه. يمكن امبارح كنا بنتكلم مع بعض المرشحين يعني، فبنتكلم في موضوع للاسف المال السياسي لسه برضو بنتكلم في موضوع المال السياسي والورقه الدواره والرشاوي الانتخابيه وكل ما يطلق عليه الكلام ده. طيب انا شايفه ان مصر مش ممكن هتتخلص من موضوع المال السياسي في يوم وليله. هقول لك ليه. مش هنغفل ان احنا عندنا نسبه فقر عاليه، ده حقيقي، ولكن لما نحقق ان شاء الله، دي عايزه سنوات يعني من الاصلاح الاقتصادي والتنميه هيكون في نوع من انواع الاستقرار المادي. يمكن الامور هتختلف، هيبقى الناخب غيور على صوته قوي، مش هينزل علشان يعني سلع غذائيه ما او تموينيه ما او فلوس اي مبلغ مالي، لا هيبقى معتز جدا بنفسه وكرامته وبصوته، وهينزل علشان البرنامج بتاع المرشح او انا هيعمل لي ايه في البرلمان. يعني لان ما لا يملك قوته لا يملك قراره، فانا عندي قوت يومي وعندي القدره ان انا اختار فاختار، لكن حتى الان مش كل الناس تملك القوت بتاعها. فبالتالي انا برضو مش عايزه اجي بشكل مجحف، او انا مش عايزه اظلم المرشحين ان هم في بعضهم، مش هقول كل بيستغل يعني، بس هقول لك على حاجه العوز يعني فكره ان انا استغل فقر الناس. لا، طب ما في ناس بتعملها صدقه، وفي ناس بتعملها زكاه، وفي ناس بتعملها من فتره طويله جدا على فكره جدا يعني، وفي ناس عامله جمعيات لخدمه الناس والمجتمع فالناس بتروح لهم محبه، ولكن الناس دي عندها فلوس وبتصرف على دعايه وبتصرف على كل الكلام ده، فممكن تتحط بظلم جوه قائمه المال السياسي. مش عايزين نظلم برضه بعضهم، لكن في بعضهم بيستغل كل الكلام ده، وفي ناس بتعمل في الخفاء وبرضه بتبقى عايزه تنزل تخدم سياسيا، يعني عايزه هو شايف ان دوره هيبقى يعني اقوى لو هو في مكان من البرلمان، يعني لما يقعد في البرلمان، لان هو الجانب التشريعي احنا هو مين النواب دول عن مين؟ عننا، عن الناس. هو بيعمل ايه في البرلمان؟ هو بيشرع قوانين، احنا عندنا دستور، فالدستور ده بيتحول لمواد لقوانين لازم يبقى في البرلمان ويتم مناقشته. كمان في جانب الاستجواب، يعني انا مش كل دور البرلمانيين اللي جوه امين امين امين، لا يعني لا لازم يكون في تقويم للمسار وتقويم للاداء، ولو في اي قرار يعني قد يصب في عكس مصلحه المواطن، لا لازم يبقى في مناقشه وفي استجوابات ولو حد فاسد، ما هو مش كل المسؤولين يعني قديسين نازلين من السماء، اكيد ممكن حد يعني يطلع عن الطريق، فلازم يكون في حد جهه رقابيه تشريعي ورقابي يقول له ستوب، انت بتعمل ايه؟ انا هنا جاي، انا نائب عن الشخص ده، انا ده ضعيف وانا بمثله، عارفه ازاي؟ فلازم
مش موضوع ان انا اوقف طبعا ورقه دواره والكلام ده، دي بقى في دلوقتي الهيئه الوطنيه للانتخابات، انا بس عايزه اتكلم عنها بشكل سريع. لها كل الاحترام، وفرت يعني في جانب تنظيمي كبير جدا، في رقابه، الساده القضاه بيبقوا ماسكين اللجان واخدين بالهم من كل حاجه. وعايزه اشير كمان للتعامل مع الكورونا، الكمامات والمطهرات يعني لا، في الانتخابات القادمه اتمنى ان تشهد اقبالا والناس كلها تنزل في شكل وتغيير، والمنظومه تبقى ان شاء الله بشكلها يا الاكمل. رب يا رب يا رب ان شاء الله. الاستاذه عبير المرسي الكاتبه الصحفيه بالاهرام، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الساده المشاهدين ومشاهدينا. طبعا يعني الفقره الاولى انتهت عن الانتخابات، يا رب نكون فعلا استفدنا بيها. نطلع مشاهدينا الفاصل وانتظروا الفقره الثانيه.